السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وصحة وسلامة. النهاردة فيديو جديد، وفيديو النهاردة عبارة عن فراخ بالبطاطس والجزر. بصوا بصراحة وهم وعاملة ازاي، وشوفوا الخضار مستوي ازاي في البطاطس، ومعانا كده معاهم رز ابيض اهو. وشوفوا الخضار بتاعنا مستوي ازاي وجميل، وشوفوا الجزر برضو ما شاء الله. في فيديو النهاردة بصراحة كده وهم، اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم وتكملوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا احنا عملنا الفيديو الجميل ده ازاي. ومعانا كمان معاه طحينة، ومعانا كمان مخلل خيار اهو. زي ما انتوا شايفين فيديو النهاردة بصراحة جامد جدا. جربوا الفيديو للاخر، هتلاقوا فيه افكار جميلة جدا. اتمنى ان انتوا ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الجميل منكم، وتكملوا معايا الفيديو للاخر. وادي معانا يا حبايبي الخضار بتاعنا اهو. عبارة عن ايه بقى؟ ومعانا الصينية دي برضو. الخضار بتاعنا عبارة عن بطاطس اهو. معانا 3 حبات كده زي ما انتوا شايفين من البطاطس، ومعانا كده 4 جزرات اهو بالشكل ده كده اهو. ومعانا 3 طماطميات بالشكل ده كده. يلا يا حبايبي ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتقوموا تشجعوا كده، لان فيديو النهاردة سهل جدا بس بصراحة الطعم بتاعه تحفة. هنقطع الجزر بالشكل ده كده. قطعنا الجزرة الاولى، وهنقطع الجزرة بتاعتنا بالشكل ده كده. كمية الخضار بتاعتنا بقى هنقطعها، وهنقطع البطاطس بتاعنا اهو. البطاطس بتاعتنا ما احناش هنقطعها رقيقة قوي، يعني هنقطعها متوسطة على حسب ما انتوا تحبوا بقى اهو. هنقسم كده البطاطساية 2 وهنعملها. والطماطمية برضو هنقطع الطماطم بتاعتنا درانشات كده زي ما انتوا شايفين. وكده كمية الخضار بتاعتنا، كده كمية الخضار بتاعتنا بقت جاهزة بالشكل ده كده اهو. هنحط عليها بقى كده معلقة ملح ومعلقة فلفل، والتوابل اللي انتوا تحبوها بقى، اللي انتوا تحبوا تحطوها تحطوها اهو. وهنحط بقى كده معلقتين زيت، وهنقلب بقى الخضار بتاعنا بالشكل ده كده اهو. هنقلب بقى الملح في التوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها، وكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة. معانا كده فرخة متبلينها من قبلها بيوم، وحطينها بقى كده في التلاجة اهو. شوفوا ده الصدر بقى يا حبايب قلبي، متبلينه بقى تتبيلة بصوا ما اقولكوش رهيبة. وهننزل بالفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. وده الورك بتاعنا. طبعا الفراخ شاربة التتبيلة بقى، انا متبلاها من قبلها بيوم. شاربة التتبيلة بتاعتها بصراحة جميلة جدا وهم اهو. نزلنا كده بكمية الفراخ بتاعتنا على الخضار، ورصيناه كده اهو بالشكل ده كده اهو. يلا يا حبايب قلبي لو وصلتوا معايا لغاية كده ما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الجميل اللي بيسعدني كده منكم. ربنا يا رب يسعدكم وجعله كده في ميزان حسناتكم يا رب، ووفقكم دايما اهو. كده خلصنا كمية الفراخ بتاعتنا، اللهم بارك تحفة. الشكل بصراحة كده جميل جدا. ومعانا كده ورقة زبدة بالشكل ده كده اهو. هنحط الاول ورقة الزبدة على الفراخ
وهنقفل بقى على الفراخ بتاعتنا كويس جدا عشان تستوى السوي المظبوط بتاعها. وبعد كده هنجيب ورق فويل برضو اهو، معانا برضو ورق الفويل. بعد ما نحط ورقة الزبدة هننزل بورق الفويل بتاعنا اهو، وهنغطي الصينية بتاعتنا كويس جدا عشان بقى هنحطها بقى في الفرن اهو. كده بقى اصبحت معانا جاهزة اهو بالشكل ده كده اهو، وهنحطها بقى في الفرن تستوي. وده يا حبايب قلبي شكل الفراخ بتاعتنا وهي في الفرن. اللهم بارك، شوفوا واخده لون جميل ازاي. طبعا لما قربت تستوى شلنا ورقة الفويل وسيبناها بقى تكمل تحمير. وده يا حبايب قلبي الشكل النهائي للفراخ بتاعتنا. شوفوا شكلها عامل ازاي، واخده اللون الاحمر الجميل الذهبي ده اهو. اللهم بارك، شكلها تحفة، والخضار بتاعها كده مستوي بالشكل الجميل ده اهو. ما شاء الله، شفتوا لون الفراخ عاملة ازاي ومستوية بالشكل ده كده ازاي، وطعمها بصراحة ما اقولكوش. وبسيط فيديو النهاردة كده بسيط، يعني مش بياخد يعني مكونات كتيرة وسهل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم ويكون ينول اعجابكم. ومعانا كده الرز الابيض ده اهو بالشكل ده كده، ومعانا كده طحينة عاملينها برضو، اللي حابب برضو ياكل برز ياكل، بعيش ياكل. ومعانا المخلل القمر ده، مخلل كده خيار على مخلل لفت كده، انا كنت عاملاه معاكم قبل كده مخلل اللفت. وشوفوا البطاطس بتاعتنا مستوية ازاي، والجزر بتاعنا برضو مستوي، والفراخ بتاعتنا مستوية اهو. ما شاء الله، صينية فراخ ما شاء الله تحفة وسهلة جدا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم وتجربوه يعجبكم. اشوفكم بيوم جديد وفيديو جديد، مع السلامة، اشوفكم على خير.